هتفضل في شقتك ولا القانون الجديد هيخرجك؟ ده بيقرب حتى من اللي فاكر نفسه بعيد. في حلقة استثنائية من الأنشطة القانونية، وفي دايرة مش بتنتهي. مالك بيتخانق على حقه، ومستأجر خايف على بيته، كل واحد شايف نفسه مظلوم. احنا جايين نفتح الصورة من فوق، نشوف المشهد من أوله مش من النص، نحكي القصة زي ما هي مش زي ما بتتقال. تعال نرجع ورا شوية. في سنة 77 الدولة طلعت قانون اسمه قانون 49. وقتها كانت شايفة إن في مشكلة كبيرة في السكن، وإن الناس محتاجة استقرار، والإيجارات محتاجة تنظيم. ومن ضمن بنود القانون كان في لجنة اسمها لجنة تقدير القيمة الإيجارية. اللجنة دي هي اللي تنزل الشقة بنفسها وتقول الإيجار بتاعها كام، مش على حسب السوق ولا حالة الشقة ولا موقعها. يعني شقة متوضبة مصروف عليها وفي حتة راقية تتاخد زيها زي شقة قديمة ومبهدلة وفي شارع جانبي. المنطق ده كتير دلوقتي ممكن ما يفهموش، بس وقتها كان ليه مبرر. الدولة كانت بتحاول تعمل نقلة حضارية، تفتح مدن جديدة، تخرج الناس من العشوائيات، وتنهي ظاهرة سكن الشرك. يعني أسرتين ملهمش علاقة ببعض عايشين في شقة واحدة، وكل أسرة ساكنة أوضتين والحمام مشترك. وكانت الدولة كمان بتشجع على البنى، تدعم اللي بيبني وتسهل في الضرايب، تخفف في العوايد وتسهل التراخيص عشان الناس تبني أكتر وتسكن أكتر. فالمنطق وقتها كان واضح، نرخص الإيجار عشان الناس تسكن وتعيش. الفكرة فيها إنسانية، بس برضه كانت تقيلة على الملاك. والملاك ما وقفوش ساكتين، قال لك طالما الإيجار قليل ومش هنعرف نزوده، يبقى ناخد مبلغ كبير في الأول ونسميه خلو رجل. المستأجر يدفع رقم كبير مرة واحدة، وفي المقابل يعيش مرتاح بإيجار ضعيف ومن غير حد ما يزعجه. المشكلة إن الخلو ما كانش قانون، لكن بقى عرف الناس كلها اتعاملت بيه. وبرضه ما كانش عليه اتفاق. في ملاك رفضوه من الأساس، وفي ناس قالت ده في شبهة دينية، وفي اللي كان بياخده ويخصم منه الإيجار، وفي اللي يقفل الباب ويقول أنا ما بشتغلش بالخلو ولا بدخل حتى فيه. وعدت السنين والدنيا حوالينا اتشقلبت، الأسعار طلعت السما، الجنيه نزل في الأرض، والمباني ادمت وتعبت، بس القانون ما اتحركش. والنتيجة تلاقي مستأجر ساكن ب7 جنيه في قلب القاهرة، ومالك مش قادر يصلح حتى السلم اللي الناس بتقع عليه. طب ايه الواقع دلوقتي؟ الجيل اللي موجود دلوقتي مش هيقبل لجنة تحدد له الإيجار، هيقول ده مالي وأنا حر فيه. الناس دلوقتي ما بقتش تستنى حد يحدد لها تمن بيتها، بتفتح التطبيق وتعرض وتبيع وتشتري. والقانون لسه بينده على زمن راح. ومع كل ده لسه ماشيين على قوانين من الأربعينات والسبعينات. لازم يحصل تقنين تشريعي جديد يعدل أوضاع الزمن جرى عليها. بس لازم ناخد بالنا، مش كل الناس قادرة. في مستأجرين فعلا ظروفهم صعبة ومحتاجين تدخل الدولة بشكل حقيقي عشان نعدل الكفة ونظبط الميزان. التعديلات اللي بتحصل النهاردة مش مفاجأة ولا عشوائية. بص حواليك، قوانين كتير بتتغير، الدولة بتحاول تنظم كل اللي كان سايب، من قانون عمل لرسوم قضائية لعقارات، وقانون الإيجار جاي عليه الدور وبقوة. التعديلات اللي بتحصل دلوقتي مش عشوائية ولا طلعت فجأة، دي خطوات محسوبة عشان المشهد يتغير بالكامل. وقانون الإيجار هو واحد من أكبر وأخطر القوانين اللي بيتم إعادة تشكيلها. هل العقود التانية زي المشاهرة وال59 سنة أو المدني بعيدة عن التعديل؟ طب خلينا نفهم القانون الجديد يشتغل على إيه بالظبط. بالمختصر المفيد، بدأ بملف الإيجارات القديمة بس على مراحل، ولسه سايب حاجات تانية مقربلهاش. إيه اللي القانون شمله؟ فعلا الشقق السكنية القديمة المؤجرة قبل 96، القانون قال إنها هتفضل 7 سنين بس من تاريخ تطبيقه، وبعدها العلاقة الإيجارية هتخلص. وفي خلال ال7 سنين دول الإيجار هيتغير فورا ويبقى 250 جنيه كحد أدنى، وبعدها يزيد تدريجي حسب تصنيف المنطقة، 20 ضعف للمناطق المميزة، 10 أضعاف للمناطق المتوسطة، وكمان في زيادة سنوية 15%. الأماكن المؤجرة لغير السكن، محلات، عيادات، مكاتب، العقود دي القانون قال إنها هتنتهي بعد 5 سنين من تطبيقه، ونفس نظام التعديل الإيجار هيطبق عليها. القانون كمان سمح للمالك يطلب الإخلاء فورا في حالات معينة، لو الوحدة مقفولة أكتر من سنة من غير سبب واضح، أو لو المستأجر عنده شقة تانية لنفس الغرض، بس بشرط إن المالك يثبت ده بشكل رسمي وبمستندات قانونية واضحة. اتشكلت لجان على مستوى المحافظات علشان تحدد القيمة الإيجارية العادلة وتقييم العقارات. وفي حالات المستأجر ممكن ياخد وحدة بديلة من الدولة، سواء إيجار أو تمليك، بس بشرط إنه يسيب الوحدة القديمة. لكن لحد دلوقتي الدولة لسه ما أعلنتش آليات التسكين دي بشكل واضح، لأن بمنتهى البساطة القانون لسه ما تصدقش عليه من رئيس الجمهورية، وإيه القانون لسه ما جاش ناحيته. العقود اللي معمولة بعد سنة 96 وبتخضع لقانون 4 لسنة 96، العقود دي معمولة بإرادة الطرفين وبيحكمها القانون المدني، ومدتها وإيجارها متفق عليه من البداية. القانون الجديد ما قالش فيها ولا كلمة
ولسه بعيدة عن أي تعديل. بس هل ده معناه إن الناس دي تقدر تطمن؟ الحقيقة لأ، لأن الصورة الكبيرة بتقول إن الدولة ماشية في اتجاه تعديل شامل لمنظومة الإيجارات، سواء هيجي التعديل على مراحل أو بقانون موحد جديد. فاللي واضح إن مفيش حد في الأمان 100%، واللي شايف إن عقده محدش هيقرب له أحب أفكره قانون الإيجار القديم كان أبعد وتعدل. هل الدولة ممكن تمنع العقود طويلة الأجل؟ تعال نحللها سوا بطريقة مختلفة. الدولة شايفة إن أكبر ضغط على القضاء جاي من 3 حاجات: 1 العقود طويلة الأجل، 2 القضايا الأسرية، 3 المحاضر الكيدية. يبقى مش بعيد نشوف في يوم الدولة تمنع الإيجار أطول من 5 سنين أو ما تعتدش بيها في القضاء، وتخلي العلاقة محددة المدة قابلة للتجديد برضا الطرفين. الدولة مش بس مطلوب منها سن القوانين، لكن كمان مطلوب منها تهيئ الجو العام لتطبيقها، تعلن بوضوح كل الإجراءات، تطرح شقق إيجار بأسعار منطقية، وتعلن عنها بأسلوب سهل ومبسط بعيد عن تعقيد الإجراءات، تسهل الخدمات وتوفر بدائل للمحتاجين. لكن لو فرضت أمر واقع من غير بدايل، هيكون ده تشريد مش تنظيم. القانون ده مش وحي منزل، ده قانون بشري بيتغير حسب مصلحة الأغلبية، واللي مش شايف ده بيغمي عينه، مش بيشوف الحقيقة. لكن لازم يكون في توازن، ننصف المالك ونراعي المستأجر ونوفر بدايل قبل القرار. القانون مش حاجة بعيدة عن الناس ولا كلام جرايد بيتقال. القانون بيدخل بيتك وبيتحكم في مستقبلك وبيفرق بين الأمان والضياع. وقانون الإيجار كان زمان طوق النجاة، ودلوقتي بقى عبء على الكل. محتاج نعيد حساباتنا ونفهم هو رايح بينا على فين. وعشان كده الروشتة القانونية مش بس بتشرح لك القانون، لكن كمان بتحاول تنور لك طريقك عشان ما تتفاجئش ولا تتورط ولا تضيع وسط الكلام الكتير. وخليكم فاكرين، اللي معاه الروشتة القانونية عمره ما يتعب وعمره ما يتفاجئ، لأنه دايما شايف أبعد من اللي جاي. كان معاكم صاحب الروشتة إيهاب عبد الله، وما تنسوش استنوني في اللي جاي، لأن اللي جاي أهم.